السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة رابعة عاملين ايه؟ ان شاء الله نكمل مع بعض دروس وحدتنا الأولى بدرسنا التالت النهاردة، المشاركة في صنع القرار في بلدنا. خلي بالنا من الدرس ده مهم جدا جدا يا سنة رابعة، ونفهمه مع بعض بالراحة خالص كده. عندنا أول حاجة كلمة المشاركة في صنع القرار. يعني إيه كلمة المشاركة في صنع القرار يا سنة رابعة؟ يعني حضرتك، يعني المواطنين اللي هو أنا وأنت نشارك في عملية اتخاذ القرارات اللي بتأثر في بلدنا، اللي بتأثر في حياتنا. زي مثلا تخيل مدرستنا قررت إن هي تعمل رحلة. هل أنت حابب تختار إدارة المدرسة والمكان دي لوحدها المكان، ولا احنا نشارك كمان في اختيار المكان؟ يعني مثلا المدرسة قالت هنروح رحلة الأهرامات، طيب ما احنا ممكن نشارك مثلا، طب ما ممكن نروح مثلا المتحف المصري الكبير اللي هو لسه معمول جديد. احنا كده بنشارك في الايه، في القرار. اوكي، يبقى انا ده معنى كلمة المشاركة في صنع القرار. طيب كلمة صنع القرار بقى ان احنا بنحدد البدائل المتعددة. يعني ايه؟ بنحدد الاختيارات التانية، ايه الافضل عشان نحل مشكلة، نحقق هدف معين، او ناخد القرار. وقد يتخذ القرار فرد بمفرده، يعني ممكن انا كهبة اخد القرار لوحدي، او ممكن حد كذا حد يبقى معايا بنشارك بعض، او مجموعة من الاشخاص بيشاركوا في اختيار او في صنع قرار معين. القيم اللي احنا بنتعلمها بقى من الموضوع ده ان القرارات الجماعية بتساعد في تحقيق حاجة افضل للجميع او الناس كلها. تعالوا نشوف مع بعض يا سنة رابعة عشان ناخد قرار سليم، او ازاي هي الخطوات اللي ممكن نستخدمها واحنا بناخد قرار سليم. علشان نحط قرار سليم لازم نتبع مجموعة من الخطوات المهمة. زي رقم واحد ان انا لازم احدد المشكلة او الهدف بتاعي. رقم اتنين ان انا اجمع معلومات عن المشكلة دي او عن الهدف ده. رقم تلاتة ان انا لازم احط بدائل، يعني احط كذا حل، بلان ايه، بلان بي، بلان كده. لازم يبقى عندي كذا بديل لحل المشكلة او علشان احقق الهدف ده. رقم أربعة، يعني لازم أفكر كويس جدا في الإيجابيات والسلبيات بتاعة البدايل دي. كل بديل أنا بحطه، يعني كل بلان أنا بحطها لازم أبقى مفكرة كويس جدا في الحاجات الكويسة اللي ممكن تحصل، أو سوري الحاجات اللي مش صح اللي ممكن تحصل، يعني الإيجابيات والسلبيات. رقم خمسة، اختار أفضل البدائل، يعني اختار أفضل حاجة ممكن تكون عندي وأنا بختار البديل، أفضل بديل عندي أختاره. رقم ستة، أنفذ بقى القرار اللي أنا أخدته ده اللي هو البديل المناسب. رقم سبعة، إن أنا أرجع معاودة اختيار بديل آخر في حالة لم يصلح البديل الذي تم تنفيذه. يعني لو اخترت بديل والبديل ده ما طلعش تمام وما ظبطش الدنيا، إن أنا أرجع أختار تاني من البدائل اوريدي اللي أنا كنت حطاها. هنا بتعلم ان انا بتدرب ازاي يبقى عندي مهارة اتخاذ القرار. وطبعا لما انا اقدر اخد قرار في حاجة معينة، ده بيصنع مني بني ادم او انسان مسؤول بيقدر ان هو يتعامل او يواجه اي قرارات في حياته. أهمية صنع القرار في حياتنا، لما أنا دلوقتي بختار حاجة معينة أو بقرر حاجة معينة، ده بيخليني أعيش حياة أفضل. فبشارك بقى في صنع حاجة بنتعلمها. مثلا بيعلمني يبقى عندي تعاون واحترام، بحل المشكلة، بيبقى عندي شعور بالمسؤولية. كمان بحترم رأي الآخرين، لما حد بيقول رأيه قدامي تمام أنا ما انبذوش وأقول له لا أنت رأيك غلط، لا بالعكس، أسمع رأيه عادي جدا واحترم رأيه كمان. فالقيمة اللي أنا بتعلمها هنا إن كل قرار بناخده بيبقى ليه نتيجة، ولازم إن إحنا نتحمل النتيجة دي ونتعلم منها. رقم خمسة، بتعزز عندي الثقة بالنفس. أنا لما أخد قرار في حاجة بتخلي عندي ثقة في نفسي، إن أنا أتعلم من أخطائي، مثلا أتعلم من حاجة كويسة أنا عملتها وأكمل بعد كده. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان احترام الكبير دي حاجة مهمة جدا على الجميع، وكمان بأكد على ذوي الاحتياجات الخاصة، لازم نهتم بيهم جدا جدا ونحترمهم جدا. تعالوا نشوف حقيقة بتقول لي حرب اكتوبر سنة 73. طبعا اروع الامثلة بتندرب في الموضوع ده على المشاركة في صنع القرار. يعني شارك فيها كل جماعة قادة الجيش شاركوا في حرب 73 مع القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس محمد أنور السادات في اتخاذ قرار الحرب، إن يحصل حرب أصلا. إن أنور السادات اللي هو رئيس الجمهورية الراحل ما أخدش القرار ده منه نفسه كده، لا، كان مشاركه جميع قادة الجيش. وده دليل عندنا على اتخاذ القرار، ان انا اخد قرار الحرب ده حاجه صعبه، حاجه مهمه، فلازم ابقى واثق كويس جدا من الخطوه اللي انا بعملها.
تعالوا نشوف نماذج قدرت إنها تصنع قرارات في حياتنا. على مستوى الأسرة مثلا ممكن ناخد شوية قرارات كتير، زي إيه مثلا؟ إن إحنا إيه رأيكم ناخد الأجازة بتاعتنا السنة دي مثلا نروح اسكندرية. طب إيه نحط بقى مع بعض قواعد إن إحنا ننظم الوقت بتاعنا. نتفق إن إحنا نشتري حاجات مهمة للبيت. إيه رأيكم مثلا بابا وماما فكروا إن هم يغيروا المدرسة بتاعتي أو يدخلوني مدرسة جديدة، فإن هم يختاروا المدرسة لازم يتشاوروا مع بعض عشان يقدروا يصنعوا قرار صح يفيدكم. طبعا رقم 5، لازم الجميع يشارك في صنع القرارات. ده بيساعدنا ان احنا نتعلم يبقى عندنا تعاون وكمان نتحمل المسؤولية. على مستوى المدرسة طبعا مكان مهم بنتعلم فيه في قرارات كتيرة مهمة. مثلا حضرتك ان احنا بنشارك المدرس، ان احنا مثلا الرولز بتاعة الكلاس ما ينفعش ان حد يتكلم والمدرس بيشرح، ما ينفعش ان حد مثلا يقوم ويخرج بره الكلاس من غير ما يستأذن المستر بتاعه. لازم يكون في ليدر للكلاس. نختار مثلا نشاط المدرس بنشاركه فيه. برضو نتعلم طبعا من المشاركة دي ان احنا يبقى عندنا مسؤولية وتعاون واحترام رأي الآخرين، ونحترم زمايلنا كمان اللي بيشاركوا معانا في النشاط ده. تعالى بقى على مستوى المجتمع، مش البيت بس أو الأسرة بس أو المدرسة بس، على مستوى المجتمع في قرارات فردية، حاجة ممكن اخدها انا لوحدي، في قرارات اجتماعية على المجتمع كله تتعلق بالحياة العامة اللي احنا بنعيشها، زي مثلا ان احنا نختار رئيس مجلس المدينة، رئيس الوحدة المحلية في القرية لو انت عايش في قرية، لو حد عايش في مدينة بنختار مثلا رئيس مجلس المدينة. ممكن مثلا نبني حديقة، مستشفى، ده بيكون على حاجة جماعية مش حاجة فردية. بنشارك في مبادرات زي مثلا حملة نزرع بيها أشجار أو ننظف. كده سنة رابعة احنا خلصنا درسنا النهاردة، اشوفكم في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.